مرحبا بكم في وصفة اليوم. سنحضر معا كعكة الآيس كريم قمة المرح المثلجة، حلوى رائعة ومثالية لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة. استعدوا للمذاق الرائع والبهجة. أولاً، نحتاج إلى قاعدة الكيك. سنخلط كوبين من بسكويت الأوريو المطحون بدون الكريمة مع نصف كوب من الزبدة المذابة. هذا المزيج سيشكل قاعدة متماسكة ولذيذة. الآن، نضغط خليط البسكويت في قالب كيك دائري بمقاس 20 سنتيمتراً. تأكدوا من توزيعه بالتساوي ليصبح قاعدة متماسكة. ثم نضعه في الفريزر لمدة 15 دقيقة. حان وقت طبقة الآيس كريم الأولى. سنضع لتراً من آيس كريم الفانيليا فوق القاعدة. وزعوه بالتساوي، ثم أعيد القالب إلى الفريزر لمدة 30 دقيقة. ننتقل الآن إلى طبقة الآيس كريم الثانية. سنضيف نصف لتر من آيس كريم الفراولة فوق طبقة الفانيليا. مرة أخرى، تأكدوا من التوزيع المتساوي قبل إعادته إلى الفريزر. الطبقة الثالثة والأخيرة من الآيس كريم هي نصف لتر من آيس كريم المانجو. ضعوه فوق طبقة الفراولة، ثم اغطوا القالب بغطاء بلاستيكي وأعيدوه إلى الفريزر لمدة 4 ساعات على الأقل. الآن، ننتقل إلى الجزء الممتع، التزيين. قبل التقديم، زينوا الكيك بالكريمة المخفوقة، وقطع الفراولة والمانجو الطازجة، ورقائق الشوكولاتة البيضاء. يمكنكم إضافة صلصة الكراميل لإضافة المزيد من المتعة. كعكة الآيس كريم قمة المرح المثلجة جاهزة للتقديم. قدموها باردة واستمتعوا بمذاقها الرائع. لا تنسوا مشاركة صور إبداعاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في القناة والإعجاب والتعليقات ليوصلكم كل جديد.